أنا النهاردة هكلمكم عن معاناة طالب مصري. صحيح، أنا كطالب مصري ناس بتسألني أنت ليه بتتأخر في الإجابة جوه لجنة الامتحان؟ صحيح، صحيح، قرب مني. الناس بتسألني أنت ليه، وتحديدا المراقب، أنت ليه بتتأخر في الإجابة؟ أنتوا ما تعرفوش إن الإجابة عندي بتعدي على فلاتر ولا إيه؟ فلتر الفت، وفلتر الهري، وفلتر التخيل. بتخيل الإجابة، يعني كلام أنا ما شفتوش قبل كده، فلازم أتخيل الإجابة. صحيح، انتوا ما تعرفوش ان انا مش مذاكر ولا ايه؟ تخيل ان كل اجاباتي كده. انا مش عايز احلف، بس اقسم بالله كل اجاباتي كده. يعني وفي الاخر، في الاخر بسأل نفسي وبسألكم تاني يا مصريين، هل الكلام ده هيخش على الدكتور ولا هل التأليف اللي ألفناه في ورقة الإجابة هيخش على الدكتور ولا ايه؟ انا بتكلم بجد، ما حد يتكلم يقول لي حاجة. يعني انا بتعذب قوي، بتعذب جدا، بتعذب خالص عشان اجاوب يعني، وفي الاخر اشيل المادة. يعني ما يصحش كده يا اخي، ما يصحش كده، والله هذا امر لا يليق يعني. وفي الاخر تلاقي عيل ما بيذاكرش طول السنة وبيلعب ينجح ويطلع الاول. يعني يا ريتني كنت انا يا اخي، انا بتكلم بجد، يا ريتني كنت انا.